ضيوفنا النهاردة 3 partners أنشأوا مع بعض بلاتفورم بتقدم حاجة جديدة بشكل جديد اسمها The Mob Collective. نهال لهيطة، كريم الحيوان، وهنا رشدان، أهلا بيكم في The Value Office. ازيك يا يارا. Definitely. We love your office. We love your platform. Thank you. قبل ما نبتدي نتعرف عليكم كاندفيدوالز والباك جراوندز بتاعتكم، حابين نعرف أكتر إيه هي The Mob Collective، وبما إن probably كل حد فيكم بيقدم حاجة فيها مختلفة هيبقى عندكم نظرة مختلفة عن البلاتفورم. فنهال احكي لنا what is The Mob Collective بالنسبة لك؟ أنا بالنسبة لي Mob Collective platform موجودة لأي حد، كل شخص ممكن يبقى عنده interior designer، ممكن ما يبقاش عنده interior designer. فيبقى حد بيعمل بيته مثلا عنده أوضة، هتكلم مثلا على أوضة سفرة، هو بيعمل أوضة السفرة بتاعته فناقصه الترابيزة بالكراسي بكده، فبيدخل بدل ما ينزل يلف في كل حتة في القاهرة يدور على dining tables، يدخل على البلاتفورم ده هيلاقي أحلى dining tables في كل المحلات اللي متوفرة في القاهرة وفي اسكندرية وفي حتت تانية، فهيختار منها أكتر واحدة تناسب الستايل بتاع البيت. مثلا هو عاوز حاجة بروفنسيال هيلاقيها، عاوز حاجة مودرن هيلاقيها، عاوز حاجة بوهو شيك هيلاقيها، فهو هيبقى عارف أصلا ستايل البيت بتاعه ايه ويختار بيست عليه. ففي الحالة دي ممكن يكون مش محتاج interior designer وبيخلص بيته. في حالة تانية it's a platform للinterior designers زينا، بنبقى شغالين على مشاريع كتيرة، بدل ما برضو ننزل نلف على السوق ونشوف فيه ايه، بدخل ممكن في ساعة أبقى فرشة بيت كامل منتهى السهولة، وواثقة إن أنا الحاجة اللي قدامي أحلى taste، أحلى quality، يعني إحنا we don't compromise خالص في الكواليتي، وأحلى حاجة موجودة في مصر. The selection, the curation and the convenience. exactly. فده بيسهل على أي حد عاوز يشتري أو يخلص أوضته بالطريقة اللي هو ممكن يكون شافها في مجلة أو شافها inspiration في حتة أو في فيلم أو كده، مجمع كل حاجة. كريم، أنت شايف The Mob Collective كإيه؟ أنا شايفها a collective expression. يعني أنا I'm always so inspired by السوشيال ميديا تيم عندنا لما they start sharing cultural events. لما يكون حاجة بتحصل في البلد they celebrate it randomly, organically, freely. اللي هو it's a mean of expression because inspiration is expression. ففي الآخر you express a candle and the beauty of a candle أو a craft أو a sofa أو a lighting unit أو a tablecloth. it became a source of inspiration. أنت داخلة ممكن بلا هدف، داخلة just to be inspired. أنا بدخل to browse sometimes just for the fun of it. عارفة if it was dry، لو كان شيء dry شيء منظم بيحكي إن دي الترابيزة ودي الكرسي وده كذا، كنت هتخشي بهدف واضح لما تكوني عايزة حاجة واضحة. إنما زي ما أنت بتقولي this is the whole purpose. It's an expressive كولكتيف. حاجه ديور فاشن شو بيحصل في الهرم فيبقى موجود على السوشيال ميديا بتاع. بخش اتبسط قوي لما الاقي السوشيال ميديا فولنتاريلي كده من غير ما حد يديهم بريف واخدين الحاجات اللي بتحصل في البلد. بليتس من كام يوم كان في دينر ذا موب كولكتيف تايمز بليتس تايمز هاوس بابلون. فهي في الاخر تحولت لقبيله كده، قبيله Okay. مهتمه A collective. تعبر عن اللي بيحصل حواليها. and then things happen within. once this takes place جواها بقى البركان ده بقى حاجات بتحصل جواه. بس first you need to express ويبقى عندك صوت معين في الاكسبريشن، selectivity معينه في الاكسبريشن، tone of voice معين في الاكسبريشن، ethos معين في الاكسبريشن ده. اول ما بتوصلي له بيبقى معروف ان الصوت ده بيحكي القصه دي، فانت بتخشي تتفسحي وتشتري شويه حاجات. Hannah, what's your take بقى؟ إيه For النظرة me, بتاعتك؟ it's a go-to destination. It's shopping in the know. It's having an interior designer without hiring one full-time. It's a community. It's collaborations. It really has become a source for education and guidance and cutting out the noise online. So, there's been a huge advance with so many brands and the design scene, and really Egypt is flourishing. And I feel like the Mob Collective showcases the success of the brands, the success of the collaborations, and really puts that on a platform internationally, not just locally. بالذات إنه you represent some brands ممكن يكون ناس كتير أوي عارفاها، بس also some very niche brands ممكن يكون
ما لهمش access لناس كتير زي الaccess اللي الplatform بتاعكم عنده. Yeah. So it's all of that. It's a collective, it's a go-to destination, it's a trusted resource, and it's growing, and it's really, not just a passion project now. We're here for anyone who owns a home, wants to take care of a space, B2B, B2C. We're furnishing experts, and there's more to come. looking forward. سؤال مهم أوي، عرفتوا بعض إزاي والفكرة جات إزاي؟ عرفنا بعض ازاي؟ لا، نعرف بعض احنا التلاتة من 20 سنة، أوكي. وكان عندنا وقتها 3 سنين، يعني دلوقتي عندنا 23 سنة. عشان نهال بس وهنا، انا مش فارقة معايا، بس عشانهم هم. وأكبر مننا كده أو كده. يعني لأ بجد؟ مش مشكلة، موافق. يوم كده لذيذ لقيت هنا بتكلمني، أنا فاكر كويس قوي كنت واقف فين حتى في البيت، كان متأخر، كانت الساعة 9 بالليل 10 بالليل، مكلماني تقولي كريم I have this idea of having an online furniture platform designer based و products كذا would you as a أنا باخد رأيك، بس أنت كديزاينر would you buy from this website؟ قلت لها no I wouldn't buy, I would partner. قلت لها honestly this is something I would love to partner in لأن this is every designer's dream، إنه تخشي على مكان عارفة أنتِ هتشوفي إيه، عارفة إنه زي ما كنا بنتكلم دلوقتي، إن ممكن تبقى ال80 vendor يمكن اللي معانا دلوقتي أو أكتر، أكتر 120 plus. 120 Yeah. دول حتى اللي موجود من حاجتهم are selected. It's not like a marketplace كل حاجة محطوطة وخلاص. It is selected pieces. فأنا داخل already هخش للفندر ده عارف إن البيسز اللي محطوطة دي حد منقيهم، هم أحلى حاجة عنده، هو بشكل معين في فكرة معينة فيهم. It's a place that inspires designers كمان، مش بس B2C. إن أنتوا تعرفوا توصلوا البلاتفورم إن يكون في that level of trust للviewership أو للvisitors بتاعته، إنه this is the top quality, this is the top taste. أكيد خد وقت وأكيد خد effort. What did you do to ensure إنه you managed to maintain it وما يقلبش إنه dumping a lot of products to have big options and selection لل platform users يعني؟ أول حاجة بنعملها إن إحنا بنعمل research كويس أوي، نعرف مين الsuppliers اللي إحنا عاوزين نشتغل معاهم، وبنتأكد إن الquality بتاعتهم is the best. بننزل بنروح نشوف المصانع بتاعتهم، بنقعد معاهم، بنشوف الfinishes اللي عاوزين نشتغل بيها. ساعات حتى ممكن يبقى هُم عندهم finishes ما تعجبناش، ممكن نشيلها تمامًا من عندنا. بعد كده by time أمّا ابتدينا نسلِّم، بقينا نشوف إحنا بنعمل معاينة على الحاجة قبل ما نسلِّمها، يا إما بتيجي لنا المكتب، يا إما بنروح نشوفها، أو يا إما أمّا بيطلع منها كتير بنبقى خلاص إحنا we reached quality premium معيّنة. You see the product before it reaches the end user. Usually we do. وصلنا دلوقتي because we sell a lot خلاص وصلنا لlanguage معيّنة فthis can pass. إحنا جات فترة بقى في الأول كنا بنسلِّم أول تسليمات، لو أي product فيه a tiny mistake بنشيل خالص الsupplier ده من الlist عندنا. it's not negotiable خلاص. بعد كده ممكن يدخلوا في فترة تانية مثلًا بعد 3 شهور، 6 شهور أو كده، ممكن نعمل معاينة تانية ونشوف، بس عايزين نتأكد إن كل الproduct بتاعتنا تبقى the best quality, best designs, nothing is copied. يعني after we do our research we do the selection ونحطها we make sure لو في حاجة is similar to something else that a designer has designed, we So completely that the eliminate pieces it. are unique. They have to be unique وما يبقوش copies because إحنا we're trying to build a reputation و we're trying to like be we're trying to set a trend ويبقى زي ما كريم قال قبل كده اللي بيدخل عندنا داخل يتفرج يبقى inspired ف this is the main thing and we're trying to follow it. لا it's the reputation is there فعلا وأكيد ما جاتش في يوم وليلة. There must have been a lot of effort and time behind that. و I think كمان في benefits كنا موجودين في الindustry بنبقى already acquainted بالkey players وفي الtrust already موجود من everyday practice. we know who we're dealing with. طبعا في young والupcoming والemerging وكل الستارت ابس وكده. These are the people that we focus with. بس عندك a big chunk وليكن 50% من established brands that we already know, we have already worked with. التراست موجود، معرفتنا بالكواليتي بتاعتهم
موجودة already. فدي برضو كانت advantage كويسة إن إحنا we're not entering the market as يعني from an entry point. إحنا داخلينه عارفين البراندز دي بتكوميت وبتديليفر حاجة شكلها إيه، فدول عليهم التك already. And then we build on that foundation. فبقى في foundation solid بنت trust وبعدين ابتدينا نكمل عليها bit by bit. before that famous phone call مع كريم، الفكرة جاتلك ازاي وايه في الباك جراوند بتاعك خلاكي تحسي ان انتي you can build a successful platform، وايه الجاب اللي كنتي شايفاه في الماركت اللي حسيتي انه this platform would solve it؟ I think I would, just as a homeowner and someone who's tried to furnish and dealt with interior designers before and used to go around all the stores and shops looking for, fun pieces. And I think just being that human, anyone would be able to tell that there was no trusted destination where you didn't have to leave your house to just even know what's out there or where to start. And I think that's what I felt personally. And I think that extended beyond just even a typical homeowner. It applies to people who work in the profession and also need to cut time and cut out hassle and aggravation and really just have this beautiful showcase where they know everything has been expertly. I felt that was really missing in Egypt, and it's available everywhere else in the world. How many of these platforms internationally and acclaimed have really established that type of reference point for quality, design, price point across all budgets and styles. And I felt consistency, just being in the know, being able to know where to start, that was important in my eyes. And with the phone call, Karim seemed to feel that, and Nihad, that it was extremely important as well and missing. And they had the network. I had the sort of operational background to be able to put together a team and hire and build the platform itself. So I think as strategic partners, that really came together beautifully. يعني now I recall كمان first dips والواحد وهو صغير this was like a source of inspiration, a Oh, yeah. constant like 10 years back قبل حتى الفون كول دي كان الواحد بيخش على first dips just knowing that sometimes you wouldn't be able ان انت to acquire these pieces even for Just your to clients. see بس الواحد بيخش what's new, what's happening. and I think that inspired the idea of expression. ان انت على first dips بتلاقي an antique mirror جاي من تاسكني وفستان شانيل فينتج 1920 واشتري معموله ازاي. ف this is what designers need. They need this full-rounded universe of ideas. But how do you ensure إنه it doesn't end up being your taste only that's shown، إن انتوا بتعرفوا to cater لأذواق مختلفة؟ يعني أكيد في حاجات that you have on the platform that you might personally it's not your style، فازاي you focus إن لأ إن احنا we cater لكل الأذواق المختلفة؟ سؤال مهم قوي على فكرة. Do we need to cater لكل الأذواق المختلفة؟ ده سؤال أهم. I think we do offer something for every style and budget, and it's really not about a specific style at all. It's about the range and it's about the beauty in pieces. And I think that the curation team that we've built has a really good spread on what's available in the market. And I think that's the point, is showcasing what's actually available and making it accessible. I think كمان هو إحساس إن الجمال مفهوم الجمال واسع قوي. هو الواحد لو ارتبط بالفكرة دي فهيشوف جمال في حاجات مختلفة كتير جدا. واعتقد ده بيليق على الاكل واللبس والسفر وما بتقدريش تحددي حاجه معينه. طول ما الواحد عنده الاوبنس دي to everything it ends up being a huge collage of very diverse things yet فيهم صوت معين. They still carry a certain voice and ideology while being so diverse. Unless في manifesto أو mission واضحة بتقول لا أنا شغالة في ده. أنا شغالة في حاجات الكرافتد أو شغالة في حاجات الخشب أو الميتال أو بس we're not that. We're open to everything. This keeps the diversity open. وساعات برضو ممكن تبقى حاجة شكلها حلو قوي بس انت مش هتحطيها في بيتك، ففي الحالة دي برضو بنختارها. يعني مش ضروري الواحد يبقى ماشي بالظبط باللي هو عاوزه يحطه في بيته، أهم حاجة تبقى شكلها حلو. True. ممكن يبقى في فستان عاجبك بس انت مش تلبسيه. ف it's exactly like this. So we're open. We're basically open to everything. طب let's talk a little bit about your specific roles.
what does each partner bring to the table if you will. تعالى نبتدي بيكي. She's the queen of the mob. honestly she's the drive يعني هي الموتور كل حاجة يعني هي she's the drive The to be queen. honest يعني and now she's blushing Yeah, of course, you know, like we're gonna keep this basically I eat, breathe, and sleep the mob. It's really such a joy, and حطها سكرين سيفر على التليفون I've enjoyed every step of the way. We're turning 3, or last month we turned 3, so I'm really proud of what's happened in the past 3 years. I'm proud to be partners with this We're so amazing proud, Yana. strategic arm of just, you know, beautiful company and support, and really without this expertise of decades of industry experience, you know, the Mob Collective wouldn't have the legitimacy that any other platform might have. So yeah, I think that what I do is important, and having this expertise behind it is going to really elevate, you know, the community, the collective, designers, design in Egypt, all of it. احكوا لي عن ال strategic arm, what does that entail? سؤال صعب بس لذيذ it has this technical background. It has زي ما كنا بنقول في الأول the foundation of knowing who's credible, who has potential to grow, who does not copy, who has the authenticity. فإحنا في الحتة بتاعة المطبخ So you were able to leapfrog that, whereas other people كانوا هيضطروا يتعلموا ده بالتجربة. انتوا already عديتوا بالتجربة دي فعارفين. and we were very lucky to be part of a very healthy design community in the past 15 years to 20 years. الفترة اللي فاتت دي احنا قلنا عندنا 23 سنة، فال 15 20 سنة اللي فاتت دي شافت علاقات طيبة جدا بين الناس وبعض، و I think بقى كان في قبيلة اتشكلت وكانت عمالة تحاول تحصل، وحصلت بشكل واضح قوي ال5 سنين اللي فاتوا دول. الايكو سيستم او الاندستري بتاع بتاع الديزاين. الديزاين. اوكي. we're very grateful ان احنا حضرنا الرينيسانس ده، واللي خرج منه بقى كايرو ديزاين ويك، واللي خرج منه، فبالتالي انت شايفه ده it wouldn't have happened من غير الباك كيتشن اللي بقاله 15 سنه بيطبخ فيه ده. اعتقد كلنا وصلنا لليفل من النضج المعين، بقى في سيلفلسنس، الايجوز اتشالت على جنب، بقى عندنا استعداد كلنا نشتغل مع بعض، بقى عندنا استعداد كلنا نتعاون بقى ونطلع في common goal شوية ان الاندستري كلها تتقدم. بالظبط. فاحنا جينا عند الكروس رود ده، عند الكروس رود بتاع a very healthy community that has been thriving to flourish in that sense، وقدرنا في التيبنج بوينت دي عارفه نظبط العلاقه، فبقى عندنا علم او عندنا علم بالكوميونتي، عارفين مين بيديليفر ايه امتى وازاي، مين قوته في الحته دي، مين بيتطور بسرعه، مين محتاج زقه and so on. this is something that can only exist in the back kitchen. فالتوليفة دي حققت ده. honestly it's so much fun برضو. يعني هتكلم بالنسبة لنا، يعني ان احنا نقعد ونختار furniture من الماركت. it's fun، يعني يبقى العالم كله قدامك وانت قاعدة بتختاري. هي عندها بليجر فظيع في الموضوع ده، باين. والله مش قادر اقول لك، بنلاقي مسجز ابتسامة. جايه لنا الساعه 2 الصبح، ها تنيم العيال وتقعد فور فن، يعني المفروض بقى تعملي حاجه تانية، تقعد سكرين شوتس، حطوا ده مع ده وحطوا ده مع ده، بصحى الاقي 37 مسج على الجروب بتاع موب. it's amazing. it's like a big magazine you select من كل حتة and then you reselect and then ممكن نعمل مكالمة، طب غيروا كذا، طب تلعبوا في كذا، طب كذا. I think it's so much fun to see برضو الماركت capable of ايه. دلوقتي بقى فيه كل حاجة. يعني أنا فاكرة من غير ما أقول أسامي عشان ما تتقطعش، بس فاكرة هما كان في ستور معين فتح في مصر I think like 10 years ago، فكان الماس كله نزل يشتري من المكان ده، الوير الكبير مش هقول اسم، علشان الحاجة مش موجودة. دلوقتي local production البرايسز بتاعتها أحسن بكتير من المكان ده، وكل الديزاينز اللي في الدنيا، من أول البامبو للصدف أنواع كتيرة قوي من الخشب للفابريكس واللعب فيها للوول بيبر للفيزز للجلاس، يعني كل حاجة available. فلا شغلانتنا الصراحة fun قوي. I love What's very inspiring actually برضه maybe I've never mentioned this، بس قد ايه تيم الاوبريشنز
بقوا inspired من البروسيس، فأوقات كتيرة هم رضوى ورويدة والشباب يقوموا حاطين على الجروب حاجات، ايه رأيكم يا جماعة في ده النيو very براند ده، ايه collaborative. رأيكم في البرودكت الجديد ده كذا نزل حاجة شكلها حلو. فبقت في sense of community داخلية كمان that scouts constantly. We love this because actually I never told you this, but sometimes I see things that's not مثلا specifically our taste and I love it. ولا هم مختارين من أحسن premium quality and it's different and it sells. because sometimes you تدخلوا loop of أنا ببص على نفس الحاجات I'm used to it ف you might not you need new eyes to bring you new It's nice. ideas. I love it. أم، أنا عارفة إن انتوا عندكوا services تانية بتقدموها و services تانية بتفكروا تقدموها، وعايزين نعرف أكتر برضو عن the inner workings of the Mob Collective. ف we designed a game عايزين نلعبها مع بعض that way. يلا هنلعب دلوقتي this or that. هخيركوا بين حاجتين وانتوا تقولوا لي this or that وليه. نهال هنبدأ بيكي. يلا. اوكي price ولا quality؟ Quality for sure. ليه؟ انتوا بتركزوا اكتر في quality عن price في البلاتفورم ولا انتي بتهتمي اكتر بالكواليتي عن البرايس؟ لا هو أي حد بيدفع أي رقم سواء هو قليل أو كتير هو عاوز ياخد أحسن حاجة. طالما انتي بتبيعي خلاص هو أول ما يستلم لو شاريها بجنيه هو عاوزها أحسن حاجة. ف quality is the most important thing. no compromise on no quality. compromise زي ما قلت لك قبل كده. لو أي حد من الفندرز سلمنا حاجة فيها حاجة مش عاجبانا بنشيلهم على طول for a couple of months. ف you feel that your customers بيهتموا كمان اكتر بquality عن price. هو أي كاستمر في الدنيا بيهتم بالكواليتي. مفيش حد عاوز ياخد حاجة ما ياخدهاش أحسن حاجة. وبالنسبة بقى للبرايس ده ممكن يبقى متظبط من خلال مثلا الكولابوريشن اللي احنا بنعمله دلوقتي مع فاليو. لأن أنا مش هحس بسعر الحاجة أو حتى ممكن يبقى سعرها عادي ممكن يبقى سعرها غالي بس في الآخر باخد كواليتي أنا مش هغيرها. هتقعد معايا كذا سنة. ممكن ما تبص ممكن تعيش لايف تايم مع الحاجات بتقلب فينتج بالشكل ده. ف يعني كواليتي أنا بالنسبة لي عارفة لو لازم أعدل الحاجة ولازم أظبطها لازم أشوف أحلى حاجة. ف quality ف is key. the price I think is not an issue when you have help like value يعني. Hannah, do it yourself ولا do it with a professional؟ Well, with Mob, you can do both. Okay. So you can shop the showcase from the platform, shop yourself directly. You have design concierge from our expert team at your service 24/7. And we now have a new offering actually, which ranges from speaking to a designer for an hour. You can book your consultation at your convenience. And you can also have a fully furnished package also through booking through the calendar. And that will give you a cohesive look with a shopping list and the design concierge also at your fingertips. So we have all the options to do it with a professional. حلوة قوي booking a consultation because sometimes people might not want to hire حد full fledged يعمل كل حاجة بس مزنوق في قرارات معينة. So That's that's the a very edge. cool That's offering. the edge that we're offering, which is unique and completely exclusive to the Mob Collective, is being able to reach an interior designer, a top interior designer, at your fingertips without making the full-time commitment, and which can be very expensive and time-consuming. And this is really what's unique to the Mob. Okay, Karim. Paid marketing ولا word of mouth؟ word of mouth 100%. what's very interesting كمان ال other end اللي هو word of mouth عند البراندز والفندرز والديزاينرز. ان بيجي حد يقابلنا في event او في مكان we heard you guys are behind the mob we'd love to have our products على البلاتفورم بتاعكم. فبقى احساس انه ال word of mouth within the brand او production community بقى اصلا فبقى في suppliers هم اللي they reach out كتير قوي يشتغلوا معاكم كتير مش قوي بس the other way around. which gives us a lot of hope انه بقى some sort of magnet بيattract ال young designers وال product designers انه there's somewhere to go where they can exhibit their work. فده word of mouth
رائع بين الكوميونتي وبعضه، واعتقد هي الناس ما وراش غير الكلام اصلا، صح؟ True. فهي شيء لطيف قوي ان يبقى الورد اوف ماوث علينا، يعني مش غلط. طب احنا we heard a lot about the Mob Collective, what you guys are doing. عايزين نسمع شوية عن ال future plans. نفسكم تشوفوا ال Mob Collective فين؟ What's your vision ultimately? زي ما قلنا في الاول، هو اكسبريشن. يعني انا دايما بشوف الايثوس بتاع موب كولكتيف هو انه اكسبريشن. اعتقد انه في الميدل جراوند اللي كانت هنا بتتكلم عليها، بتاعه ان انت تخشي تلاقي settings مختلفه available finger tips، تخشي تك عايزه السبيس ده، عندك اوبشنز ليه كتيره جاهزه selected by designers plug and play based على prototypes generic. اي بيت فيه اوضه وفيه ليفنج روم وفيه دايننج روم، فبالتالي هيبقى فيه pre-designed Okay. setups where you go in, you find a setting curated, handpicked by designers. بتخشي in less than a minute, you select your own setting based on a standard size for a room, more or less, plugged in مع value, Okay. where it's facilitated, where you can actually furnish. لأن أعتقد في bottleneck كده كلنا بنقع فيه في الآخر، إنه you end up working on your house for a very long time, spending a lot of money، وبيجي المرحلة الأخيرة في الفurniture where there's probably compromise. A bit of بتبقي a خلاص نفسك affordability خلص، challenge. لا نفسك خلص، هو ده طبيعي. ف why not start this من بدري whereas it's facilitated. ف the beauty of delivering your house, unboxing، وبيتك كله يخلص في 3 أيام. Yeah. You know what I mean? This is a privilege and a pleasure that everyone should have. إن أنت بتفرشي بيتك في اللحظة. يعني مش هنسى كلاينت عندنا زمان كانت مشترية الارت ورك قبل أي حاجة. By the time we finished the house, we were hanging all the art في يومين. There's a certain pleasure to this. إن أنت بتشوفي الأوتكم اللي أنت تعبتي فيه فترات طويلة وصرفتي عليه كتير، بتشوفيه في الآخر خلصان one go. ف if this is well organized, curated وfacilitated, I think ده مكسب كبير قوي. Then فهيبقى you في don't have to compromise على حاجة خالص. actually بتعيش بيها وبتشوفها every day تبقي يعني. متحمسة إن أنت أول ما تستلمي البيت ده هتفرشيه في لحظتها، تك البيت خلص. وبرضه I have something to add. احنا we have created like different communities كلها بتصب في the Mob Collective. يعني عندنا a vintage line that's called the M. ده pieces that you can't find any. يعني أول ما بينزلوا on the site, if you don't get the chance to buy it, you will never find it again. فمثلا الفينتج بارت ده مش موجود في أي حتة. وانتي بتفرشي البيت بعد ما خلاص اخترتي من كل اللوكال vendors وكده, you have the chance إنك تحطي a piece that's very iconic to decorate your home. Then comes in plates, which is برضو on the Mob Collective, where you can buy a set of plates من حتت مختلفة كلها متجمعة وتحطيها in your home that you have already furnished from completely from the Mob. فبتجمع كل ده. And then you have the wallpaper, which is برضو pieces معينة, not everything in the market, you decorate your walls. And then For there, different aspects of design in the home exactly. يعني. It's not just furniture. Not only furniture, it's at the end you're having a very special home وكلها iconic pieces in addition to the curated furniture on the website. طيب هانا, final words of advice لأي حد بيحاول يبني business وينجحه. Okay, well, starting any business, not just a furniture platform, but you know, it entails choosing the right partners, picking the right team members. It is all about the team. You know, the passion, all of that, the operation, the battle, the everyday battles. You know, there's all the highs and lows. They make sense when you have the right team, and I think stick with it, keep going. You know, hard work pays off. It's been an absolute pleasure. See you in Tobato, and we're really, really looking forward to see what you guys do with the Mob. Thank you. Thank you. Thank you.